تحية طيبة لجميع متتبعي قناة سكرين ماتش في هذا الفيديو الجديد الذي يأتي استمرارا للفيديو السابق الذي تحدثنا فيه حول الإقصاء المر والإقصاء الكارثي من كأس إفريقيا نسخة كوت ديفوار 2023 والتي أقيمت استثناء سنة 2024 والتي لا زالت أطوارها طبعا جارية في الأراضي الإيفوارية، حيث وصلت إلى الدور نصف النهائي وتأهلت منتخبات الكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا ثم المستضيفة كوت ديفوار وكذلك منتخب نيجيريا الجرين إيجلز. طبعا هذا الفيديو يختلف عن الفيديو السابق. الفيديو السابق تحدثنا حول الأسباب من منظور تقني فني، الأسباب الفنية، التشكيلة واللاعبين وما إلى ذلك. في هذا الفيديو سنركز على أمور أخرى من منظورنا ساهمت في هذا الإقصاء بعيدا عن ما هو تقني، بعيدا عن ما هو فني. هذا الفيديو سيكون شديد اللهجة نوعا ما، ولو أن لهجتي أو نبرة صوتي لا تحيي بذلك، ولكن رسائل ومضمون هذا الفيديو سيكون عنيفا نوعا ما. عدد من المحاور والمعطيات الجديدة والحصرية في هذه الحلقة. سنتحدث أولا حول البلاغ الذي صدر اليوم بتجديد الثقة في وليد الركراكي ناخبا وطنيا في الاستحقاقات المقبلة، في مقدمتها طبعا تصفيات كأس العالم سنة 2026 ومن ثم كأس إفريقيا 2025 والذي سيحتضنه المغرب صيف السنة المقبلة. طبعا في حيثية هذا البلاغ الذي نشر زوال اليوم بعد اجتماع بين رئيس لجنة المنتخبات ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي الأقجع مع الناخب الوطني ومع طاقمه، قدمت فيه حصيلة تقنية لا أحد يعلم ما جاء في هذه الحصيلة، بما أن بلاغ الجامعة اكتفى بتجديد الثقة وبلغة حمل مجموعة من المعطيات يعني بلغة إنشائية، ولم يحمل أي جديد فيما هو تقني. اكتفى بالتجديد بخبر الجديد فقط. لم يقدم فوزي الأقجع نيابة على الجامعة أي اعتذار للجماهير المغربية، سواء التي تنقلت إلى كوت ديفوار أو التي وكبت المنتخب الوطني المغربي عبر شاشة التلفاز، سواء بقلوبها، سواء من داخل المملكة أو من ديار المهجر في سائر المعمور. وهذه هي عادة هذه الجامعة في فترة الرئيس فوزي الأقجع، الجامعة التي دائما قلتها وأكررها ترى نفسها فوق كل شيء. يعني صرنا متوجسين صراحة من أن تصبح أو متخوفين من أن تصبح هذه الجامعة تسير بمنطق المقاولة، عوض أن تكون جامعة كرة قدم، جامعة منظمة للرياضة الشعبية الأولى، الرياضة التي يتنفسها المغاربة كبارا وصغارا، والمنتخب الوطني المغربي متابعته، انتقاده، معرفة أخباره، المشاركة في صناعة القرار الرياضي عامة وفي كرة القدم خاصة حق لجميع المغاربة، بما أن الجامعة هي جامعة ملكية مغربية لكرة القدم، يعني فهي يعني ليست مخاولة في يد أحدهم أو في ملكية أحدهم. هذا البلاغ يعني الذي جاء بعد ربما أسبوع من الإقصاء المرير أمام جنوب إفريقيا يعني لمح إلى بعض الأمور، منها أن الطاقم التقني سواء المساعدة أو الطاقم الطبي أو باقي الطاقم ممكن أن يشهد بعض التغييرات، ثم استراتيجية العمل ممكن أن تشهد بعض التغييرات. هذا الأمر يحمل بعدين، بعد إيجابي وبعد سلبي. بعد إيجابي أن وليد الركراكي سيراجع يعني بعض القرارات وبعض والزاوية التقنية التي ينظر منها إلى مجموعة من الأمور، ثم بعض الاختيارات التي قام بها في هذا الكان، وبعض التصريحات وما إلى ذلك. ثم بعد سلبي آخر يعني يتمثل في كون يعني الناخب الوطني بعد أن كان في موقع قوة، يعني بعد الكأس العالمية الماضية كان في موقع قوة، يعني كان يتخذ القرارات التقنية يعني من موقع قوة بدون
أن يتجرأ أحد على مناقشته. يعني صار الآن لا أقول في موقف ضعف، ولكن في موقف على الأقل أقل من السابق، وبالتالي المجال يعني متخوف جدا أن يكون المجال مفتوح لبعض أصحاب الحال كما تعرفون جميعا. على أي نعود شيئا ما إلى الإقصاء أمام جنوب إفريقيا. بعد أن تطرقنا إلى الأسباب الفنية والتقنية في الحلقة الماضية، الآن مع أسباب أخرى ساهمت في فشلنا خلال هذه النسخة دونتها في ورقة، مجموعة من الأفكار لكي لا أنسى فكرة ما. أولا يعني سوء التعامل مع إنجاز المونديال، بداية بالبهرجة الإعلامية وبداية استغلال المنتخب في أمور أخرى أشرت لها يعني في صفحتي عبر الفيسبوك، بداية استغلال المنتخب في أمور أخرى بعيدة على كرة القدم والرياضة بدون تفصيل في هذه النقطة، لأني أشرت لها سابقا ولا أريد أن أعود لها، لكن هذا خطأ وقع أتمنى أن يتم تداركه. ثانيا اللاعبين الذين كانوا في المونديال لم يكونوا في قيمة الحدث ولم يكونوا في قيمة المستوى بعد المونديال، يعني فضلوا مصالحهم الشخصية على مصالح المنتخب. غالبية هؤلاء اللاعبين فكروا في مصالحهم المادية على حساب مصلحة المنتخب، استجابوا لعروض مغرية من دول الخليج وفي الدوريات الخليجية ومن فرق للأسف فرق مغمورة في الخليج، فرق تفتقد إلى يعني ذلك الضغط الجماهيري والضغط الألقاب ومستوى التنافسية بدون ديك الأسماء، يعني الأسماء معروفة، القائد بداية بالقائد غانم سايس، سفيان بوفال ركيزة أساسية في التنشيط الهجومي، جواد اليميق مدافع الذي كان يعني الورقة التي استعان بها وليد الركراكي بعد إصابة سايس في المونديال، الصباري الورقة الرابحة في المونديال، دائما كان يدخل في الشوط الثاني ويصنع الفريق، ذهب إلى فريق معمور في الدوري السعودي فريق أبها. ثم مجموعة من اللاعبين الذين يعني لم يدبروا ملفاتهم الرياضية بشكل لائق بعد المونديال، وهذا كان من بين أسباب تراجع المنتخب الوطني المغربي سواء في التصفيات ديال المسابقة وكذلك في هذه النسخة من الكان، لا في المقابلة الأولى ولا في المقابلة الثانية ولا في المقابلة الثالثة ثم المقابلة ديال الإقصاء في ثمن النهائي. لم يكن المستوى في قيمة الحدث. كان الجمهور المغربي يعني يمني النفس أن يكون الظهور الذي شاهدوا في دور المجموعات مجرد يعني بداية، وأن تتحسن الأمور في ثمن النهائي مع بداية الأدوار الحاسمة، مع بداية الكان الحقيقي، لأن الكان الحقيقي كما قلت سابقا يبدأ بداية من الأدوار الإقصائية، بداية من ثمن النهائي. لكن اصطدمنا بالواقع المر، بالواقع الإفريقي، بواقع منتخبات اشتغلت طيلة الشهور الماضية، وخاصة اشتغلت خصيصا لمواجهة المنتخب المغربي. لا رجعنا لتصريحات دوصاب قبل المقابلة ديالو في ربع النهائي الماضية أمام غينيا، أكد أن هذا الكان في أحد أسئلة حول إن كان يتفق مع أن هذا كان المفاجآت، أكد أن هذا كان ليس كان المفاجآت، إنما كان المنتخبات التي اشتغلت وتشتغل. يعني الرسالة واضحة بدون زيادة. ثم ثالثا الطاقم ديال الاستشفاء، الطاقم الطبي علامة استفهام كبيرة، الإصابات والاستشفاء بعد المباريات، اللاعبين، أي لاعب تصاب في المنتخب الوطني المغربي شفنا ذلك في كأس العالم ثم في كأس إفريقيا، أي لاعب تصاب كيمشي بدون عودة حتى إلى عاد، إن حدث وأن عاد يعود بجسد بدون روح وبدون طاقة. يعني أي لاعب كيتصاب مشى، علامة استفهام كبيرة حول الطاقم الطبي. ثم طاقم الاستشفاء، الطاقم الطبي اللي صراحة يعني بعض الجزئيات في المونديال كان مساهم في الإقصاء، يعني بعض اللاعبين اللي كانوا مصابين وما رجعوش للأدوار النهائية. ثم نفس الأمر كيتكرر في هذه الكأس الإفريقية مع غياب زياش، مع غياب بوفال بعد العودة ديالهم من الإصابة. هذه أمور اللي تبقى حولها علامة استفهام كبيرة، ونتمنى أنه يوقع واحد التغيير إيجابي في هذا الأمر. رابعا وهي أهم حلقة وهي الجامعة.
كيف ما تبعت جميعا بعد انتهاء يعني هذه المشاركة الكارثية، وجهت أصابع الانتقاد كلها وجهت إلى يا إما اللاعبين يا إما إلى المدرب والطاقم ديالو، ولا أحد من المنابر الصحفية ومن الإعلاميين باستثناء قلة قليلة يعني تجرؤوا على توجيه أصابع الاتهام إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بصفتها الوصية على المنتخب الوطني المغربي، وبصفتها أنها تخلت على جميع الصلاحيات الأخرى في تنظيم البطولة الوطنية الاحترافية والمسابقات المحلية. منحت التفويض لتنظيم هذه المسابقات كاملة بما فيها لجنة التحكيم إلى العصبة الاحترافية، وهذا موضوع آخر سبق وخضنا فيه. يعني منحت هذه الصلاحيات كاملة العصبة وتفرغت إلى المنتخب الوطني المغربي. يعني يفترض أننا نشوف ثمرة ديال العمل ديالها في هذا الكان، لأنه المعيار الحقيقي لهذا العمل لنجاح هذا العمل من عدمه، لكن كنشوفوا فشل ذريع جدا، ولا أحد طبعا قادر على المساءلة وكيف لا. وكيف ما ذكر سابقا 104 صحفي أكبر بعثة إعلامية ذهبت إلى الكوت ديفوار من مختلف المنابر الإعلامية، مع كامل الاحترام طبعا للأصدقاء والزملاء الصحفيين اللي مشوا، ولكن يعني كيف ما قال الإعلامي أسامة بن عبد الله الإعلامي الرياضي المحترم اللي كان ضمن هذه البعثة، قالها بالحرف عطونا أو صرفوا علينا يعني وغطوا جميع المصاريف، ولكن بالمقابل سدوا علينا المعلومة. في الصحافة كاينة 140 الناس اللي جابونا فابور الله يجازيهم بخير، وكلونا فابور الله يجازيهم بخير، خلصوا علينا الطيارة فابور الله يجازيهم بخير، ولكن منعوا علينا المعلومة. هذا تصريح اللي مهم جدا ويوضح حقيقة ما حدث في الكان الماضي، وهذا معهود في الإعلامي أسامة بن عبد الله. عايدته جريئا رغم أننا يعني اختلف معه في مجموعة من الأمور، إلا أنه يعني كان صريحا في هذه النقطة ويحسب له ذلك. ثم يعني عزل المنتخب الوطني المغربي هي نقطة ذكرتها في الإقصاء الماضي في كأس إفريقيا سنة 2022 أمام المنتخب المصري. ذكرت هذه النقطة ديال عزل المنتخب الوطني المغربي على الشارع، على الشعب، على الصحافة، بحيث أن المنتخب الوطني المغربي دائما في مرحلة ما أو في درجة ما، والباقي في درجة ما، تحس أن هذا المنتخب معزول على الشارع وعلى النبض الكروي، وهذا خطأ كبير جدا. ثم يعني عزل المنتخب الوطني المغربي على الصحافة كيف ما قلت هذا خطأ كبير جدا. حماية المنتخب الوطني المغربي لا يتم عبر عزله عن الصحافة وعلى النبض ديال الشارع، إنما يتم باتخاذ القرارات الصحيحة سواء الفنية أو التقنية، ثم الأمور الأخرى المتعلقة بالخرجات والإشهار وما إلى ذلك. بعض الأمور التي حدثت في ما بعد كأس العالم لا أريد أن أعود لها نظرا لحساسية الأمر، لكن هذه هي الأمور الحقيقية التي يجب أن تعمل عليها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إن أرادت أن تحمي المنتخب فعلا، وليس أن تعزله عن الشعب المغربي الذي يفترض أن هذا المنتخب يمثله. هل يستحق فعلا وليد الركراكي فرصة ثانية أم لا؟ الجواب في رأيي المتواضع نعم. يعني وليد الركراكي إنجاز ديالو في المونديال يسمح له بفرصة ثانية سواء شئت أم أبيت، سواء شاء من شاء وأبى من أبى. هذا لنكون واضحين في هذه النقطة. إنجاز وليد الركراكي في مونديال قطر يسمح له بفرصة ثانية في الاستحقاقات المقبلة، لأن مساره يتحدث عنه رجل ناجح في جميع التجارب التي خاضها، بداية بالفتح الرياضي الرباطي والتتويج بالبطولة الوطنية الاحترافية لأول مرة في تاريخ الفريق، ثم التجربة ديالو في الدحيل القطري والتتويج ديالو بالبطولة القطرية واللي كانت ربما على ما أعتقد آخر بطولة يتوج بها الفريق، ثم التجربة ديال مع الوداد الرياضي والتتويج بعصبة الأبطال الإفريقية والدوري المحلي لأول مرة ربما في تاريخ الفريق، ثنائية ديال دوري الأبطال مع البطولة في موسم واحد، مع التأهل إلى نهائي كأس العرش ولولا بعض الأمور التي حدثت قبل هذا النهائي أتذكر جيدا.
منها المفاوضات ديالو وما إلى ذلك. لا أريد أن أعود إلى هذه النقطة. لا توج بالثلاثية، ولكن كان مسار استثنائي لهذا الرجل، توجه بمونديال تاريخي، شاء من شاء وأبى من أبى. مونديال تاريخي رابع العالم في نسخة من 32 منتخب. لا أعتقد أن منتخب عربي أو إفريقي أو شمال إفريقي آخر قادر على تكرار هذا الإنجاز على المدى المتوسط أو القريب على الأقل. ثم يعني مجموعة من الإعلاميين والنقاد الذين يتحدثون وهاجموا وليد الركراكي، سواء طلبوا بإقالته أو هاجموه، طلبوا بإقالته. أختلف معهم جملة وتفصيلا. منهم البعض من يعني متمرس في الانتقاد، يعني كان كيتسنى في الدورة. والمثال هو الإعلامي الكبير خالد ياسين، مع كامل الاحترام ديالي ليه. في كأس العالم، قبل كأس العالم، كان انتقاد لاذع لوليد الركراكي. بعد كأس العالم لم ينوه بمجهودات وليد الركراكي، أرجع الإنجاز إلى بعض الأمور الأخرى، ثم انتظر كثيرا حتى وجد له فرصة أخيرا لينقض على الناخب الوطني، وبدأ يتحدث عن الميثاق الأخلاقي والميثاق القانوني وما إلى ذلك، علما أن وليد الركراكي لم يشترط أي شيء حين وقع على عقد تدريب المنتخب الوطني المغربي، حتى راتبه من بين أضعف الرواتب مقارنة بالمنتخبات ديال المنطقة، ثم المنتخبات الإفريقية، ومقارنة تحديدا بالمدربين السابقين الذين كانوا يتقاضون أضعاف مضاعفة ما يتقاضى وليد الركراكي حاليا. ثم بالإضافة إلى اللاعبين، يعني ما يتقاضى وليد الركراكي ربما أضعاف ديالو في 3 أو 4 يتقاضى بعض اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي. هذا نقاش آخر. أظن أن وليد الركراكي يستحق فرصة أخرى، لكن في ظروف أفضل وباستراتيجية أحسن. ووليد الركراكي أظن يعني تعلم الدرس جيدا في هذا الكان، تعلم الدرس سواء التصريحات ديالو، سواء بالتسرع ديالو في بعض الخرجات الإعلامية، خاصة الخرجة ديالو مع شبكة CNN. وليد الركراكي ربما نتفهم أنه يريد الترويج لاسمه أو ما إلى ذلك، وهذا بطبيعة الحال من حقه، لكن ليس على حساب التركيز ديال المجموعة، ليس على حساب مصالح ديال المنتخب الوطني المغربي. على وليد الركراكي أن يفهم هذا جيدا. ثم أظن تعلم الدرس جيدا بخصوص اللائحة، ثم المغامرة باستدعاء بعض اللاعبين رغم عدم جاهزيتهم، والثقة الكبيرة في بعض الأسماء التي خذلته في هذا الكان. أظن تعلم الدرس جيدا. ثم تحضير بلان A بلان B بلان C، تعلم الدرس جيدا في هذا الكان، رغم أنني لا ألومه في هذه النقطة، لأن الفاصل الزمني بين نهاية كأس العالم ثم كأس إفريقيا كان ضئيلا جدا. أعني ما أقول كان ضئيلا جدا، فسنة ونصف في ميزان أو سنة في ميزان ديال المنتخبات ليست كسنة في ميزان الأندية. المنتخبات تلتقون مرة كل 3 أشهر أو أكثر، وفي هذه الفترة كانت تصفيات ديال كأس إفريقيا وكانت تصفيات ديال كأس العالم. ربما يعني الأمور مفهومة جدا، ما كانش ذاك الحيز الزمني من أجل تحضير يعني خطط بديلة وبطبيعة الحال بدائل آخرين يعني لتعويض بعض اللاعبين الذين كانوا في كأس العالم، اللي قلت سابقا في النقطة الأولى واللي سبقتها نظرا لأهميتها، ما كانوش في مستوى المسؤولية وفضلوا مصالح ديالهم الخاصة على مصالح المنتخب الوطني المغربي، مع كامل الأسف الشديد بتواطؤ مع بعض السماسرة والوسطاء من اللاعبين الدوليين السابقين، كلكم تعرفونهم. هذه كانت بعض الأمور اللي ساهمت بشكل أو بآخر، بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، في هذا الإقصاء المرير للمنتخب الوطني المغربي من هذا الكان. نتمنى أخذها بعين الاعتبار، نتمنى أن تلقى آذانا صاغية، نتمنى المسؤولين يأخذوا هذه الرسائل بصدر رحب. تحياتي وإلى اللقاء.